المتحف المصري الكبير. للأسف تم الإعلان عن تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير نتيجة التوترات السياسية اللي بتحصل. أكبر متحف في العالم استغرق بناؤه أكتر من 20 سنة من 2002، وهو أكبر من ضعف مساحة اللوفر اللي كان قبليه أكبر متحف في العالم. تعالوا نشوف المعجزة اللي هتنقل السياحة في مصر شكلها عامل ازاي، وناخد جولة في المتحف. انا زرت المتحف في شهر يناير اللي فات. تعالوا نشوف جولتنا في المتحف كانت عاملة ازاي، وهل يا ترى هو فعلا اكبر متحف في العالم ويستحق الزيارة وهينقل مصر نقلة تانية خالص. اكتر من 100,000 قطعة اثرية، واكبر متحف مخصص لحضارة واحدة في العالم. متحف اللوفر فيه آثار من كل أنحاء العالم، ولكن المتحف المصري الكبير اللي مساحته 500 ألف متر مربع بيضم فقط آثار حضارة واحدة، وهي الحضارة المصرية القديمة، أكبر حضارة في العالم. احنا رايحين فين يا ليلي؟ رايحين المتحف المصري الكبير. رايحين النهارده المتحف المصري الكبير في اللي هو في وش الهرم. ركننا في الباركينج، بتيجي تركن عربيتك هنا في الباركينج ب50 جنيه. ب50 جنيه الباركينج 50 جنيه. 50 و ماني. تعالوا بقى ناخد جولة في المتحف. المتحف اتفتح من زمان، بس هم دلوقتي كانوا فاتحين الأول بس القاعة الرئيسية أو الجريت هول والسلم الدرج العظيم اللي فيه التماثيل. دلوقتي بقى فتحوا بقية كل الحاجات أو معظم القاعات يعني. فأنا ولولو النهاردة جايين نتفرج على المتحف المصري الكبير ونصور هذا الفلوج الجميل. وخلفيتنا طبعا الأهرامات ورا، ما أعتقدش هتبان بس. دفع فقط بالفيزا، مفيش يا جماعة دفع كاش. طيب خدنا التذاكر، واحد ادلت واحد تعلي وعسل ايه، واحد تشايلد. الادلت المصري ب 200 جنيه، والتشايلد ب 100 جنيه او الطالب. ماشي، يلا بينا يا لولو. يلا بينا. والدفع ايه؟ فيزا فقط. يلا. ولو انت حاجز عن طريق الانترنت ليك ايه الدخول بتاعك من هنا، هتلاقي يافطه مكتوب عليه ايه؟ التذاكر عبر الانترنت من الجنب. عن طريق الانترنت. اول حاجه بتقابلك هي المسله، والمسله معمول لها قاعده خاصه من الجرانيت مكتوب عليها بكل اللغات. فتعالوا نبص نتفرج عليها، مكتوب عليها مصر بكل اللغات. اهي بالفرنساوي، الله، واهي بالانجليش، يا سلام، واهي بالعربي، يا سلام. واهي بالانجليش. دي مسلة الملك رمسيس الثاني. بصي مكتوب كل حاجة هناك. لولي بتقول لي فين السكريبت. كلام منطقي، كلام منطقي والله. انا قلت لك ايه بقى لولو؟ ان احنا اي كلام بيجي في دماغنا بنقوله. ايوه، اي كلام بيجي في دماغنا بنقوله، احنا بنرتجل. المفروض في سكريبت يعني.
اشهر حاجه طبعا في المتحف هو تمثال الملك رمسيس الثاني. والتمثال اتنقل منين يا ليلي؟ من صلاح سالم. التمثال الاول كان في ميدان رمسيس اللي هو في وسط البلد، تمام. وبعدين اتنقل من ميدان رمسيس ل صلاح سالم، اتحط في شارع صلاح سالم، ودلوقتي اتنقل للمتحف المصري الكبير، واللي في صلاح سالم نسخه طبق الاصل من التمثال. عمود النصر للملك مرنبتاح. بعد وفاة تاني دلوقتي احنا خدنا الدرج العظيم اللي هو فيه كل التماثيل اللي تحتينا ده. احلى حاجه ان هو فيه سرابزين كده كهرباء بتطلع منه، فتقدر تثبت الكاميرا وتتحرك تاخد الصوره كلها ستيدي شوت حلوه قوي قوي قوي. فده المنظر من فوق بقى. احنا طبعا خدنا المشايه الكهربائيه دي طلعتنا لحد فوق، وده المنظر من فوق. وبعدين بتيجي على الفيو بتاع الاهرامات، طبعا لان الشمس جامده فمش باين. يعني زي ما احنا شايفين دي الويندو اللي بتطلع على الهرم. دلوقتي دي قاعات العرض الرئيسيه. لو اول ما تخش قاعات العرض هتلاقي بقى فيو الاهرامات بقى كامل. بص من هنا منف. كانت منف العاصمة الأولى لمصر الموحدة، بينما كانت سقارة والجيزة جبانة الملوك. مجموعة الملك حتب حرس. بصوا يا جماعة، بص الدهب يا جماعة، بص الملك حتب حرس عامل لنفسه والله شغل فشيل. ايه ده؟ ايه كل الدهب ده ليه؟ من الحاجات الحلوه جدا برضو في المتحف ان انت مش بس في تماثيل، لا في كمان شوز وعروض تفاعليه. خنوم حطب. ليلنا لولو مين دي؟ الملكة
حتشبسوت التي سافرت بلاد هند لتجيب أنواع من الخشب المتنوعة. عرفت الكلام ده منين؟ من كتاب الدراسات. حاجة جميلة جدا يا جماعة هنا في المتحف المصري الكبير، هو الفوتو بوث بتصورك مع المشهد الرئيسي اللي هو تمثال الملك رمسيس. خلاص، فبتخش عليه، بتقف هنا وتدوس وتضغط وتتصور وتدخل الايميل بتاعك، توصلك الصورة على الايميل ببلاش. خلصنا زيارة المتحف المصري الكبير. متحف تحفة تحفة يا جماعة بجد. أخيرا متحف يليق بمصر. الباركينج سهولة، سهولة الدخول، التذاكر، المسار نفسه، الحمامات، كل الخدمات، الشوبس، المطاعم، كل حاجة تو بيرفكشن. زي يعني زي أحسن من أحسن متحف في العالم. يعني زي متحف اللوفر في فرنسا، لا يختلف عنه اي شيء بصراحه. ممتاز، بالاضافه ان احنا عندنا اثار احلى بكتير من كل دول. فالكوليك يعني الاثار اللي موجوده يعني بكميات، فاهم، بكميات. عندي تعليقين. اول حاجه بالنسبه للملك رمسيس الثاني، ايه القصه؟ كل الدنيا رمسيس الثاني، كل التماثيل رمسيس الثاني، الحياه كلها رمسيس. الراجل كتب اسمه على كل حاجه حرفيا. فكل التماثيل هتلاقي رمسيس، هتلاقي اكتر حد رمسيس الثاني. الحاجه الثانيه ان المتحف محتاج وقت كبير او عده زيارات بقى، يعني ده كمان لسه ما فتحوش المجموعه بتاعت توت عنخ امون. فانت لو جاي المتحف بيفتح الساعه 10 الصبح، تيجي 10 الصبح تخلص الساعه 6. المتحف ده عايز له 4-5 ساعات على الاقل لو انت بقى هتقعد تتفرج على كل حاجه. اشوفكم على سفر باذن الله. ما تنسوش يا جماعة تعملوا شير ولايك وسبسكرايب وترن اون ذا نوتيفيكيشن، وتعملوا شير لكل الناس اللي تعرفوها، وتعملوا تعملوا فولو على الانستجرام فيسبوك والفيسبوك.